مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، جيناكم اليوم بفيديو جديد، فيديو رمضاني. صلوا على الحبيب عشان قلوبكم تطيب. هذا الفيديو على الهواء مباشرة، هذا فيديو رمضاني بحت، يعني نطلب فيه الأجر. هذا الفيديو للأجر بس، يعني نبحث فيه حق الأجر. وكما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحرص على إطعام الفقير. اليوم معانا جولة فيها إفطار صائم. إحنا دايما عودت نفسي أنا كل شهر رمضان أبدي بتوزيع إفطار صائم من أول الشهر إن شاء الله لآخر الشهر. فخلكم معانا، نبي نسوي أول مرة أنا أسوي هالجولة، واصطحبكم معاي، اخذكم معاي عشان تشوفون الاجواء الرمضانيه الجميله اللي عندنا، وتشوفون شلون اذا تكسبون اجر مضاعف في هذا الشهر الفضيل. خلكم معنا وصدقوني حبايبي، يعني هذا الشيء اللي انا قاعده اسويه وفي كثير غيري يسويه، يعني مو بس انا. ما تتخيلون ايش كثر يكون اجر، والصدقه تطفئ غضب الرب. والله يا اخواني انا حصلت لي مواقف بفضل الاشياء اللي انا اسويها، بفضل الصدقات والاشياء الحلوه الجميله اللي نسويها بظهر الغيب. هذه ايش كثر ردت عني بلاء كثير بلاء كثير. انا وكثير من الاخوان عندهم نفس الموضوع، يقولون بفضل الصدقه وبفضل التبرعات احنا الله دفع عنا اشياء كثيره سيئات كانت ممكن تحصل لنا او لاهلنا او لعيالنا او لحبايبنا. فمن كذي انا احرص كل شهر، يعني الانسان الذكي يستغل فرصة هذا الشهر، هذا الشهر الفضيل، هذا فرصة ان الانسان يغتنم فيه الفرصة المناسبة انه يتصدق ويقوم باعمال جليلة لإرضاء رب العالمين. رسولنا الكريم كان يحرص في شهر رمضان الفضيل بشنو؟ بزيادة العبادات وبكثر تلاوة القرآن، وخصوصا في العشر الأواخر. في العشر الأواخر يضاعف الأجر. فرسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أحرص المسلمين وحث المسلمين على أن يكون زيادة العبادات في هذا الشهر، وزيادة من قراءة القرآن، وزيادة من أعمال الخير والبر والصلاح. وهذا كله طبعا يصب في خانة حسنات المؤمن الصالح التقي الذي يتجنب المنكرات في هذا الشهر الفضيل. وشوفوا معانا هذا أول مسجد احنا رايحين له، ما شاء الله تشوفون الناس، تشوف الناس صافة طوابير ما شاء الله. هذا أول مظهر، هذا أول مظهر، أول مسجد وصلنا له حق نوزع فيه إفطار صائم. احنا عند مسجد، شنو اسم المسجد لو سمحت؟ هذا شنو اسم المسجد؟ ما هو تبع المسجد كل تبع. بس شنو اسم المسجد؟ مسجد شارع العباد. حق شارع العباد. ايوه شارع العباد. هذا خامس مسجد نروح للحين لتقديم افطار الصائم. خلكم معنا. هذه احداث من كثر ما تجمعوا للاسف التدافع على اخذ الوجبات سبب هالاشياء. للاسف طاح واحد من العلب انفتح من كثر التدافع. الله يصلحهم ويهديهم. وانسكب بالارض والاكل صار كله على باب السياره وعلى السياره. تشوفون اثار العيش، امشي اثار الجريمه.
عادين الى البيت انه خلاص تمت العمليه بنجاح الحمد لله. وزعنا الكميه المطلوبه اليوم اللي قررناها، وزعناها للمحتاجين والفقراء، مع ان بلدنا الحمد لله بلد خير، لا فيها محتاج ولا فيها فقير. بس هذا افطار صائم، لان انا ادوي كل شهر من كل سنه برمضان اسوي افطار صائم. كنت قبل بصراحه السنين السابقه كنت اسوي افطار صائم خارج البلاد، بس الحين قمت اقرر، لان صارت في شبهات على بعض اللجان، اصلحهم الله وهداهم، فالواحد على اساس انه يطمئن قلبه انه شنو عط حق مو شرط فقير، انه ربما يكون شخص اقدم الى البلاد من غير اسره، ما عنده زوجه تطبخ له، ما عنده احد يعمل له فطار، او انه في بعضهم يصير يعني اعمالهم تستمر لغايه العصر لفتره ما بعد من قبل الفطار بساعه ساعتين، فيذهب الى المسكن، يكون مسكن جماعي ما عنده من يطبخ له، ما عنده من يسوي له، فاحنا نحرص ان نعطي حق هالناس الوجبات. وبعد في مثلا اللي يفطرون بالمساجد، اللي دائما يحرصون على انه يفطرون بالمساجد، مع ان في ما شاء الله اسر كثيره وفي اشخاص كثيره وفي شركات ايضا تقدم الافطار الصائم، تقدم الوجبات. فاحنا في محسنين بصراحه، كثيره من المحسنين وايد نشوفهم شوف العين وهم توقف بسياييرهم ويقدمون، فانا من ضمن هالمحسنين ان شاء الله، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نهاية فيديونا هذا ما أرجو إلا أن رب العالمين يتقبل صيامنا وصيامكم، قيامنا وقيامكم، ويزيد من حسناتنا وحسناتكم ويضاعف أجوركم، ويتقبل منكم جميع أعمالكم الظاهرية والمخفية، صغيرها وكبيرها، ويتقبل صيامكم، وعساكم العوادة، وعساكم تعودون كل سنة وكل عام.